انت متخيل مجرد رياضه وتسيطر على كوكب بحاله، قادره تقوم حرب وقادره توقفها. 22 لاعب بيجروا ورا كوره بيخلوا الكبير يعيط قبل الصغير. فرحه الدقيقه 90 دايما ليها طعم تاني. تحولت من مجرد رياضه لاداه سياسيه داخل فيها تمثيل وفلوس واللعب كتير قوي من تحت الترابيزه. اسرار كره القدم هتعرفها النهارده. انا احمد هلال هقول لك. العبوا كويس واعملوا ماتش حلو يعجب الناس عشان ما تقدروش. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا حلقه جديده من هقول لك. كره القدم دخلت القلوب، بس دخلت القلوب كلها بسهوله وببساطه. ليه؟ لانها لعبه ما فيهاش اي تعقيدات، مجرد عايز حته فاضيه، شويه لعيبه، كوره، اي حاجه منفوخه وتلعب. قواعدها سهله، اي حد يقدر يلعبها. مش مجرد رياضه، دي قصه بتجمعنا حواليها وبتفرقنا، بتخلينا نضحك ونعيط ونزعل ونتخانق في بعض ونتعصب. اوقات كتير ممكن تخلينا نعمل رحله عشان بس نتفرج على ماتش، واوقات كتير تقعدك في البيت لوحدك لو فريقك خسران. وتحولت من مجرد لعبه جماعيه اللي دخل فيها انتماءات وحاجات ممكن تودي في داهيه. كل تفصيله في كره القدم بقت محسوبه بالملي. المدرب تلاقيه بقى قاعد وماسك تابلت بيشوف بيحلل له اداء اللعيبه، جريهم، متوسط الجري، جري كام كيلو في الملعب. بقت التكنولوجيا دخلت في كره القدم بشكل بقى مبالغ فيه، لدرجه ان في ناس قالت ان التكنولوجيا بوظت المتعه، وفي ناس تانية شايفه لا، هي ادت لكل واحد حقه. وناس كتير شايفه ان الفار لما دخل على لعبه كره القدم هو قتل الحماس. اللعيبه دلوقتي بقت لو جابت جون اول حاجه بتفكر فيها اللعيبه اللي قاعده بره مع المدرب كوتشنج اريا كلها انه يرجعوا له الكاميرات عشان يتاكدوا يا ترى الحكم بعد ما هنجري ونتعب هيرجعنا تاني ولا هيحسبه. بس في الاخر كره القدم لو دخلت جون واتحسبت، الفرحه اللي بتحصل للفريق وجمهوره بالهدف ما تتوصفش. كل ده جميل، ونقدر نحلل اللعيبه ونشوف ادائهم، الاجهاد اللي بيحصل لهم داخل المباراه، كل ده حلو. بس ايه الاسرار بقى اللي ورا كره القدم؟ ان في انديه ممكن تشتري لاعب مجرد انها تعطله كصفقه عند فريق تاني، وطبعا في امثله كتير للي متابعين كره القدم اكيد عارفينها. وده هنا نبدا نتكلم في اول عنصر بيتحكم في كره القدم، وهو الفلوس. طول ما النادي معاه ميزانيه ضخمه يقدر يعطل المنافس بتاعه، وطبعا تعطيل مشروع عشان ما حدش يجي يقول لي خلاص لما الفلوس كده انا ما هنافس لوحدي. لا، نافس، العب، اجتهد، دور جوه الملعب، دور بره الملعب على فرصه تخليك تنافس. اللعيبه بقى بتلبس الفوتبول بتاعها بقى فيه سنسور وفي شرايح بتبعت بيانات للمدرب لايف، هو قاعد في الكوتشنج اريا بره، تبعت له البيانات تبين له سرعته كانت قد ايه، طريقه استلامه للكوره، قوه الشوطه او الباصه اللي بيعملها. الحاجات دي بقت متحكمه في اداء اللاعب، ممكن يطلع من الماتش يعرف بالتفصيل هو غلط في ايه وعمل ايه صح وعمل ايه غلط. وفي سر تاني، ان في بعض اللعيبه بيكون عندهم اصابه، في تقارير بتقول ان بيتحقنوا حقن معينه بتخلي احساسهم بالاصابه يقل، فممكن يلعب المباراه حتى وهو مصاب. بس ده طبعا هيأثر على اللاعب بعد ما يكبر، بعد ما يطلع سن الاعتزال هيلاقي نفسه انه كان بيجبر جسمه على حاجه الجسم رافضها. طبعا الموضوع ده قانوني محدش يعرف، ممكن يكون شويه مش اخلاقي، بس ده سر من اسرار كره القدم. طبعا كلنا عارفين لما لاعب يجي منطقه الجزاء او يجي في منطقه حساسه عند المرمى يعمل يقع، اللي هو ده دايما المذيع يقول لك ايه ده، بيعمل سيميليشن انه وقع. في تقارير اكدت ان بعض المدربين في حصص التدريب بتاعتهم بيعلموا اللعيبه انها ازاي تقع وازاي الوقعه تبقى مظبوطه، وامتى لما تقع تبالغ في الوقعه بتاعتك. حتى دلوقتي في ظل وجود الفار اللعيبه ستيل بتعمل سيميليشن، اوقات بيبقى دقيق جدا، ودي الدرجه تخوف، لدرجه ان انت لما بتشوف الاعاده بتبقى عايز تشوفها وتلاقي الحكم طول مره واثنين وثلاثه. التمثيلة الوقعه صعبه جدا. قبل الفار الوقعه دي 100% لو في منطقه الجزاء ضربه جزاء ما فيهاش كلام. التقارير بتقول ان ده سر غامض من اسرار كره القدم، ان المدربين بيعلموا اللعيبه ازاي يمثلوا. وطبعا مش غريب انك تلاقي لاعب بعد ما اعتزل بقى بطل فيلم او مسلسل. اللي فات ده مش خيال، ده بس ده الوجه الثاني
لكرة القدم. والحقيقة ان كرة القدم بقت حاجة تانية خالص بره الملعب. اللاعب دلوقتي الأندية ممكن تروح تشتريه وتتعاقد معاه، طبعا مش هنختلف ان لازم يكون اللعيب ده أداؤه فوق الممتاز عشان ابدا ان انا كنادي كبير اتعاقد معاه. بس في عوامل تانية ممكن تاثر على سعر اللاعب ده، عدد الفولورز بتوعه على الانستجرام، عدد الفولورز على فيسبوك، شكل الشخص ده، اداؤه على السوشيال ميديا تشانل او بلاتفورم دي وعامل ازاي. بناء عليه ببدا اقيم القيمه السوقيه للاعب ده. فكده الموضوع ما بقاش محتكر على اداء اللاعب داخل الملعب واداؤه كمان بره الملعب. طبعا ليه؟ لان في الاول وفي الاخر المباراه دي عباره عن شو بالنسبه لرجال الاعمال او اللي بيعملوا الدعايه. هو ده شو، كانها تذكره حفله لنجم معين، مليارات بيتفرجوا عليه ومليارات ممكن يعيدوا اللقطات. فانا هنا عايز اعاده اللقطات عشان استخدم الدعايه اللي جايه لي من ورا اللاعب ده للاعب يكون فعلا هو الكونتنت بتاعه على السوشيال ميديا هو مؤثر جدا، فلذلك الفولورز هيجوا وراه جوه الماتش وبعد الماتش. انا قلت الحلقه شكلها طويل جدا، فعشان كده قررنا نقسمها على جزئين. انتظروني بجزء تاني كرة القدم. انا احمد هلال هقول لك.